الخطيب استدعى حسام البدري لمكتبه انا النادي الاهلي انا تحت امره في اي وقت يعني. وهيخيروا بين منصبين وحسم صفقة بن شرقي خلال ساعات. شرقي الاخبار اللي عندنا انه هيضحي علشان الاهلي. بيبو جاب اخره من كولر وقلع له الحزام بعد ضياع فوز سهل على بيراميدز. الاهلي كان فيه زياده لاعبين باضافه الحكم محمود البنا وبطرد اللاعب احمد توفيق وبركله جزاء مهدره في الوقت القاتل باستعراض امام عاشور. الخطيب تقمص الدور وقال العيب مش على الصفقات، العيب في النظام يا بهايم. واخيرا قرر بعد طول انتظار الاطاحه بسويسري مارسيل كولر عشان يحسم الحرب البارده اللي بداها الخواجه في الاعلام بعد ما طفش نص لعيبه الفرقه وعلى راسهم ديانج وعبد القادر، وصمم على صفقات منتهيه الصلاحيه زي انتوني مودست، غير اللخبطه في التشكيل زي ما بدا النهارده بامام عاشور مهاجم وهمي ومصطفى العش باك شمال، وحرم الاهلي شوط كامل من المهاجم السلوفيني اللي لما نزل قلب المباراه وجاب جول وركله جزاء. ده غير تمسكه الشديد بكريم وليد ولا كانه بافل ندفد الحقيقي. والساعات الجايه هتشهد محاوله تسويه بالتراضي بين الاهلي وكولر لدفع الشرط الجزائي بالمصري او على دفعات بسبب عدم توفر السيوله الدولاريه، والمفاجاه كانت في اسم البديل. ليك علاقه قائمه حاليا مع كابتن الخطيب؟ طبعا. حاليا طبعا يعني في تواصل؟ في تواصل. الخطيب استدعى كابتن حسام البدري لمكتبه غدا الساعة 10 صباحا عشان يعرض عليه منصب من اتنين، اما مدير كورة بديلا لمحمد رمضان في حالة عدم فسخ كولر بالتراضي لحين انتهاء مدة عقده عشان يدخل على الفرقة بالتدريج. وبالمناسبة البدري كان رحب مؤخرا بالفكرة في تصريح اعلامي لبرنامج اللعيب وقال انا خدام الاهلي وتحت امره في اي منصب ما عدا المدرب المساعد، لاني مش هقبل اكون مساعد لاي مدرب حتى لو جوارديولا. لا منصب المدرب العام صعب. لكن إدارة الكرة ده منصبي السابق في بداية ولاية جوزيه، والسيطرة على أوضة اللبس دي لعبتي. أما العرض التاني هيكون بتولي منصب المدير الفني خلفا لكولر، وتولي وليد سليمان منصب مدير الكرة بسبب الحساسية بين البدري ورمضان ولصعوبة الاستعانة بسيد عبد الحفيظ في الوقت الحالي، وده لارتباطه بعقد MBC وانتقاداته للإدارة مؤخرا. أما المفاجأة التانية اللي بيحضرها الخطيب للجمهور عشان يمتص غضبهم المتوقع من اسم حسام البدري واللي مرتبط معاهم بذكريات اعتزال حسام غالي وعماد متعب بالإجبار ورئاسة نادي بيراميدز في عز الأزمة بين إدارة الناديين فيما يعرف بأزمة الساعات. لذلك بيبو وجه لجنة التعاقدات بحسم صفقة المغربي أشرف بن شرقي، خاصة بعد استعداده للتنازل عن 850 ألف دولار للريان القطري في مقابل الحصول على الاستغناء والانتقال الحر للقلعة الحمراء، رغبة منه في اللعب لكأس العالم للأندية والعودة للانضمام لمنتخب أسود الأطلس قبل نهاية مسيرته، خاصة أن الأهلي مقدم عرض أفضل من عرض الوداد المغربي مقابل 1.5 مليون دولار في الموسم، يعني 75 مليون جنيه بالمصري، بالإضافة لحوافز ومكافآت تصل ل 25 مليون، يعني أشرف هيعمل له 100 مليون وهيلعب كأس عالم في سنة واحدة. لكن إدارة التعاقد بلغت بيبو أن العائق الوحيد في الصفقة أن بن شرقي طالب راتب الموسم الأول كامل دفعة واحدة ورفض تأجيله لما بعد مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، وفي ظل احتمالية دفع الأهلي 600 ألف دولار شرط جزائي لمارسيل كولر في حالة فسخ عقده هيكون صعب تدبير قيمة الصفقة. وال24 ساعة الجاية هتكون حاسمة في مستقبل الأهلي على مستوى الجهاز الفني وملف المحترفين، بل هتكون حاسمة في مستقبل الإدارة ولا سيما الخطيب. أنت إيه رأيك في اقتراح حسام البدري؟ هل هو رجل المرحلة؟